مش جديد. والله العظيم كل ما اريد انزل عليه فيديو من فيديوهاته، اريد اسجل له فيديوهات وانزلها، انسى. فاريد انزل له فيديوهات، اريد انزل له فيديوهات الجبان الهربان. يا جبان افتح مناظرة وافتح مناظرة، يا جبان افتح مناظرة وافتح مناظرة، وطلع الجبان خرطي. طب هم يعني لما بيطلعوا لازم في الاخر يسبوا، يعني ما يعني الحقائق ما باخذوها لما بيكون واحد مثلا بيحكي معهم بحقائق؟ ما عندهم حجة، ما عندهم حجة ولا يعني بيصير برهان لحيته ولا مشدود شيء، بيصيروا فما عندهم يسبوا. غير السب. اي ما عندهم غير السب والشتم. حياكم الله. يعني حسب ما تعلمنا ان الانسان بيموت انقطع عمل الا من ثلاث: نعرف ختام الأنبياء، علم علمه وولد صالح يدعو له. احنا قاتلنا العشية، احنا قاتلنا العشية 4000 من الفرس غير الفرنسيين، 4000 من الفرس الحرب لكن الفرس نجوز، واحنا وياهم زياده طين ويجي لك احنا بالعشية مضمون، يا من هو العشية ابوي لو احنا قاتلنا العشية. اني انا عندي واحد من اسلافي قبل 1000 سنة ارتكب جريمة أنا أصبح مسؤول عنها. من علاقة بالموضوع؟ ما علاقة بالموضوع. الشيعة قتلوا الحسين. طيب الشيعة قتلوا الحسين؟ نعم، لأن الشيعة فيهم الصالح وفيهم المنافق. المنافقون من الشيعة قتلوا. نعم، المنافقون من الشيعة قتلوا الحسين. أخونا بلاك سد المايك، سد المايك. ما عندي أي مشكلة. أهل الكوفة الشيعة الإمامية الاثني عشرية آباؤنا وأجدادنا ماذا فعلوا؟ أتوا بالحسين وقتلوا الحسين وضربوا الحسين. تعتقدون بأن أو هل تتهمون أهل السنة والجماعة لا علاقة للقضية الحسينية؟ أساسا خروج الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام على حكومة يزيد لم يكن خروجا على أساس أنه ماذا؟ على أنه أساس هذا سني وأنا ماذا؟ والإمام الحسين شيعي. الإمام الحسين سلام الله عليه التقى بالفرزدق في طريقه إلى كربلاء، قال: ما الذي خلفت الناس في الكوفة؟ قال: يا أبا عبد الله، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ترى هذول اللي اشتركوا في قتل الحسين، أيوة، إما كلهم أو بالمية 90-80 منهم، أيوة، كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين من شيعته، كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين. أنهم دعوا لكي يكون إماما عليهم، أيوة، ومخلصهم، ثم عدوا عليه فقتلوا. جاء الحسين عليه السلام وخطب خطبة فيهم قوية مهاجما إياهم، قال: تبا لكم أيتها الجماعة، وترح: أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، عدوتم علينا تريدون قتلنا. الله يحيي علينا قضية الحسين، نصير أهل الكوفة وندعو إمامنا ونقلب عليه، ونصير أهل الكوفة وندعي إمامنا ونقلب عليه. هذا معممين قاعد يحكون، مو والذين قاتلوا الحسين أيوة، شيعة تحت أمرة الأمويين. لا، تحت أمرتي الشيعي عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن، شيعي من شيعة علي. ذولا كلهم كانوا من شيعة علي وكانوا يقاتلون مع علي وفي صف علي في صفين وغيرها. شمر كان من شخصيات شيعة الحسين. شمر قتل الحسين. الشمر قاتل الحسين يقول لك كان شخصية من شخصيات علي أمير المؤمنين. يعني إحنا ما نكذب عليكم، هذول معممينكم كلهم يعترفون ويقرون بأنكم أنتم يا الشيعة قتلة الحسين،
يعني هسه أنتم ليش تتهمون العالم بجرائمكم؟ والله شيء عجيب يا جماعة الخير، جريمة ترتكبونها مثل هذا. حيدر الخضيري يقول الصحابة بالكوفة دزوا على الحسين وقتلوه، والشيعة يعني الحسين كان جالس بالمدينة مع الشيعة. من طيح الله حظك. كان يصلي وراء امير المؤمنين، يسمع خطاباته ومواعظه. يعني احنا انتم في مشكله، استنقذتم بنا واستنجدتم بنا، جئناكم. هذا الحسين يخاطب اهل الكوفه، يقول لهم انتم كنتم في مشكله فاستنجدتمونا فجئناكم. بدل ان تنصرونا عدوتم عليه. فوقف الحسين عليه الصلاه والسلام وقال ان شيعتنا قد خذلتنا. افا ما قال الصحابه يا حيدوري الخضيري، ما قال الصحابه، قال شيعتنا قد خذلونا. شيعتنا مو شيعة عثمان، شيعتنا خذلونا. مو شيعة عثمان. سمعت يا خضيري؟ سمعت يا شعيعي؟ ايه تعال ليس لنا امام، فقد اخضر الجناب واينعت الثمار. قشمروا الحسين قالوا له تعال اينعت الثمار. تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيعي حضرتك؟ لا والله أنا الحمد لله السنة والجماعة، بس حبيت أسلم عليك يا شيخ أثير وأقول سفراتك سعيدة إن شاء الله. الله يحييك حبيبنا الغالي، الله يسلمك. حيا الله الشيخ أحمد وحيا الله الجميع بالبث. الله يحييك يا أخي، الله يحفظك. على راسي، الله يحميكم وينصركم إن شاء الله يا رب. الله يسعدك حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عندي سؤالين ممكن أسألهم؟ تفضل. السؤال الأول عن الوضوء. شيخنا اتكلم مع الشيخ أحمد بالخاص، الله يسعدك. مواضيع النائب الشيعي. اي نعم احمد ابو عمر عايز يعلق على مواضيع حيدر الخضري القندرة. ماشي. من هو؟ شو عايز تعلق على الواد حيدر؟ انا؟ ها؟ اي مو قلت مو هو حيدر شنو؟ الخضري يتهم، يقلب الآية، يوهم الناس الأغبياء والمتخلفين من أتباعه بأن من أرسل على الحسين هم الصحابة اللي قاعدين بالكوفة واللي قاعدين بالمدينة الشيعة. هكذا يعني هكذا قلب الآية على الأغبياء والمتخلفين، قلبوا أهل المدينة شيعة والحسين ذهب لينصر السنة. سبحان الله. طيب ليش ما المفروض احنا نلطم على الحسين هسه ونسوي له هريسة، مو انتم؟ ما انتم بعد الحسين راح من عندكم وهذه احنا اللي نلطم عليه، احنا اللي ارتكبنا الذنب حقه. وإنما تقدم لك على جند مجندة ثم جاءوا إلى هنا وحاصروه وقاتلوه. واحد صاعد هو شيعي كثير شيعي. يا اخوانا مو قلنا احنا لا حد يصعد وينزل؟ انا صاعد يا حبيبي، انا بصعد. ليش تخاف أثير؟ اي والله انا مرعوب. اي اذا انت جبان ادري بيك، اعرف طبعك واعرف اخلاقك. اي لاني انا مثل الامام الذي هرب خصوصا كل خلق خصوصا امام الجيش الشرطي العباسي هرب الامام. ولك كلب وهرب الى السرداب. ابن القلب عبات. ولك انا ما قال عبات، ولك انا ما قال بعباتها، ولك انا مو متمتعه. انت غلطان حبيبي فهد. شو اسمه هو؟ سيد احمد الحسيني. سيد احمد الحسيني. هسه من الجبان؟ انا لو انت. هو اللي صاعد يحاور وعنده ثقه بنفسه، خنفشاريه كلندايزريه، يهدى ويقول انا عندي سؤال، عندي جواب، عندي رد، عندي منطق. ولك ابن القلب عبايتها، ابن الماكله هريسه بالخيمه، ابن اللي نامت ويا الجندي دقه بالخيمه وصوروها بالفيديو والصوت. انت ابن اللي هذا يمشي ورا المواليات بالسوق ويطقهن طنقا من جوا. ولك مو هيجي، ولك فشلتنا، ولك عيب. انت طالع وشجاع احسن من امامك الهربان، ما يحتاج يا سيد احمد. راح اصعدك الان بس رجاء خلك هادئ مؤدب، خلينا نفتهم من شنو سالفتك.
تفضل. طيب لا تبقى مثاني. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتحداك مسي الأدب وياي، أنا سئت الأدب لأن أعرف أدبك وأعرف أخلاقك، هل لي سرعت؟ أتحداك مسي الأدب وياي، اثبت لي في زمن الإمام الحسين أهل الكوفة كلهم كانوا شيعة. تفضل. أنا هذا المعممين كيف يحجون. هاك اسمع. لا 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 لا، اثبت لي اسمع. أهل الكوفة كلهم كانوا شيعة. اسمع يا أستاذ، هذول مجموعة من كبار معممينك يمكن بالعشرين واحد يعترفون، وانت تعرفهم بالصورة والصوت، يعترفون أن من قتل الحسين شيعته. أثير. اسمع. ما يخالف. اسمع. اوقف قبل ما تطلعهم. ذول من المتردية هم الذين دعوا الإمام الحسين ليأتي إلى ثقات ذول المتردية والنطيحة. دول على السنة مثلك. ستوره. واقف لك. لذلك هذا الشعور بالندم هو الذي حرك ثورة التوابين. ويحكم أهؤلاء تعضدون بني أمية وعنا تتخلفون. أجل والله ربكم فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم، فكنتم أحدث. سمعت يا سيد الحسيني؟ هذول مجموعة كبار معممينك. وهذا كتاب اللمحة الحسينية، ويقول الصفحة 128: ولا ريب في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي بن أبي طالب عين، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتفضل الآن راح أصعدك يا سيد أحمد، أريدك تقول لي لعنة الله على من قتل الحسين وشارك في قتله ورضي بقتله وذريتهم كلها إلى آخر نسل إلى يوم القيامة. تفضل يا سيد أحمد. اللهم صل على محمد. أثير ايش بيك خايف أثير؟ بابا يا أستاذي والله ما خايف. أنت ليش خايف؟ أنا مش إمامك المهدي، أنت ليش تقتل ورا الكتم؟ يا أستاذي ما قاتل، أنا سألتك سؤال. يا أستاذي سألتك سؤال تقدر اسمع. يا أستاذ أنا ما خاتل، بس أنت ما تنطي مجال للكلام، فأنا مضطر إني أكتمك حتى أسمعك. تقدر تلعلي قتلة الحسين ومن شارك في قتله وذريتهم إلى يوم القيامة؟ تفضل العنهم. تفضل يا أستاذي، يلا لك المايك. ما قاعد يصعد شيخنا، صعده. طيب لا تبقى مثاني. حاضر صعدناه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أثير أنا ألعن. احنا مو اذا نحلف بالعباس نصدق. لا تسرع. انا الحكي مو لك، حكي للموجودين. احنا مو اذا نحلف بالعباس. لا تخاف خليك رجل. ايش بيك واجه يا عمي ما خايف. انت واجه الحقيقه عليك يا عمي. انا مو المهدي والعباس العن، بس اريدك انت تلعن قبلي. انا مو المهدي الهربان حتى خاف يا استاذ. انا اثير ابو صلعه ما يخاف. وكنت منه حتى تصير المهدي، وكنت منه يصير المهدي. اقول لك العن قتلت الامام الحسين اتحداك. العن قتلت الامام الحسين اتحداك.
يا أستاذي يا سمع أستاذي سنة، سمع سنة، صير رجل وسمع السنة، قول أنا ألعن حتى لا علمني، أنا ما أعرف شلون ألعن، أنا ما أعرف شلون ألعن، أنا الدلعن ما أعرف. علمني أنا دخت يدي بيك. أنت حاضر بابا حاضر. قول لعنة الله على كل من قتل الحسين وشارك بقتله ورضي بقتله وذريتهم إلى يوم القيامة. مو تقول له قول، لا أنت قول أنا أعتقد إنه ألعن كذا وكذا. أنا علمتك أستاذي، قول لعنة الله على كل من قتل الحسين وشارك بقتله ورضي بقتله وذريتهم إلى يوم القيامة. تفضل. يلا راح أصعدك الآن مرة ثانية وأخيرة. طبعا إذا ما قلت هذا القول بعد انسى موضوع واحد يصعدك. تفضل. الحمد لله يا يابش، قد ريحت قلبي. بابا قلت لك اقتدي بيك واتعلم منك واتبعك. انت يابا انت ليش صير لي قدوه، ولك صير لي قدوه. انت ليش بالسيء تصير قدوه وبالحسن ما تصير قدوه؟ العن قتلت الحسين. تفضل يا حسام. تفضل يا حسام. حسام عليكم السلام. تفضل. شيعي حضرتك؟ لا اخوي مبتدئ انا. الله يحييك يا مرحبا. هذا الرافض الخبيث هو دين اللعن، شلون ما يعرف يلعن؟ اصل دينهم اللعن اصلا. اي يعتذر ورا شنو؟ ورا انت العن وانا بعدين العن. انا بدون ما تقول لي لعنة الله على من قتل الحسين وشارك بقتله ورضي بقتله، العنهم عادي، ما عندي اشكال. اخي هم يعرفون الملك، لكن انت العني ياهم، العن اهل الكوفه الذين قتلوا الحسين. اتحداك ما تقدر تلعن اهل الكوفه اجدادك. اللي قتل الحسين وهسه لو الله قدر ويطلع هم يقتلوا نفس الحاله ترى. فلا يبيعون شعارات دينيه براسنا، لان هم اصلا مو مسلمين. هو ايش قال؟ قال اتحداك تجيب لي دليل ان من قتل الحسين هم من شيعته ومن أهل الكوفة. والله مجالسهم يعترفون بهذا الحكي، بس ممنوع. أيوة أي اسمع، يقول قال حسين الكوراني أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسين، بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى موقف ثالث، وهو أنهم بدأوا يسارعون بالخروج إلى كربلاء وحرب الحسين الإمام الحسين عليه السلام. وفي كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن. مثلا نجد أن عمرو بن الحجاج الذي برز بالأمس في الكوفة وكأنه حامي حمى أهل البيت والمدافع عنهم، والذي يقود جيشا لإنقاذ العظيم هانئ بن عروة يبتلع كل موفقه الظاهري أو موقفه الظاهري هذا ليتهم الإمام الحسين بالخروج عن الدين. لنتأمل النص التالي: وكان عمرو بن الحجاج يقول لأصحابه: قاتلوا من مرق عن الدين وفارق الجماعة. وين هذا؟ 3 عاشوراء، كتاب عاشوراء صفحة 89. اي صحيح موجود. زين هو عبيد الله بن زياد والشمر وسنان كلهم كانوا من قيادة الإمام علي ترى صفين. اي انا ذكرت هذا الشيء، كلهم شيعة، كلهم من شيعة علي بن ابي طالب. نعم. وقال هنا: ويتساءل مرتضى مطهري كيف خرج أهل الكوفة لقتال الحسين عليه السلام بالرغم من حبهم وعلاقتهم العاطفية به؟ استفهام. ثم يجيب هو نفسه مطهري قائلا: ماذا يقول؟ والجواب: هو الرعب والخوف
الذي كان قد هيمن على أهل الكوفة عموما منذ زمن زياد ومعاوية، والذي ازداد وتفاقم مع قدوم عبيد الله الذي قام على الفور بقتل ميثم التمار ورشيد ومسلم بن هاني ومسلم وهاني، وهذه بالإضافة إلى تغلب عامل الطمع. مو بس الرعب والخوف، لا، صار عندهم طمع. يقول طمع بإيش؟ تغلب عامل الطمع والحرص على الثروة. صاروا يردون يتسابقون بالحصول على أموال الدنيا وطمع الدنيا والمال، ويتسابقون، يقول المطهري، وجاه الدنيا. يتسابقون، كل من يريد يثبت أنه هو المشارك في هذا الشيء حتى يصير لمنزل عند عبيد الله بن زياد وشلته. كما كان الحال مع عمرو بن سعد نفسه. وأما وجهاء القوم ورؤساءهم فقد أرعبهم ابن زياد وأغراهم بالمال منذ اليوم الأول، مش اليوم الثاني ولا الثالث ولا طول وياهم شهر، لا، منذ اليوم الأول. هذا كلام منه؟ كلام مطهري. اليوم الأول الذي دخل فيه إلى الكوفة، حيث ناداهم جميعا وقال لهم: من كان منكم في صفوف المعارضة فإني قاطع عنه العطاء. مو قاطع راسه، لا، ما أنطي. نعم، وهذا عامر بن مجمع العبيدي أو مجمع بن عامر يقول: أما رؤساءهم فقد أعظمت رشوتهم وملأت غرائزهم. هذا مطهري يقول. ويقول كاظم الإحساء النجفي، ماذا يقول؟ إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام الحسين عليه السلام، منين جاي؟ 300,000، كلهم من أهل الكوفة. حلو، ليس فيهم شامي أبدا، بريئين يا أهل الشام، صفقوا لي أهل الشام، سوريا، الأردن، فلسطين، بريئين، برأكم الإحسائي. وليس فيهم حجازي، صفقوا لي يا أهل السعودية، أهل الحجاز ونجد، صفقوا لي، باركوا لي، برأتكم، بعش تردون، العب. هذا كلام الإحسائي. ولا هندي، تمكاري هندي هي سنبقي برأتكيها أنا هي من هسه هي، ولا باكستاني هي أيضا، ولا سوداني هي. يا زول يا أخي، والله كنت داير أنا تكون معاهم، لكن ما كنت معاهم أنت، أنا برأتك يا زول، والله كلامك ده. يقول ولا مصري، العب أبو عبد الله أبو عمر، برأتك. بعد شي تريد؟ الله أكبر. أيوة. ولا إفريقي، حتى إفريقي ما كان منهم، ما من الدولة اللي يسمونهم الزومبا، ما أعرف يسمونهم القبائل الزومبية، ما أعرف يسمونهم، ولا كان معهم. يقول الإحسائي النجفي: بل كلهم من أهل الكوفة قد تجمعوا من قبائل شتى. وين مذكور هذا؟ صفحة 3، موسوعة عاشوراء، صفحة 59. تقدر تكتبها يا شيعي، موسوعة عاشوراء صفحة 59، وترجع لها وتقراها وتتأكد من قتل الحسين. لا يضحكون عليك، يقولوا لك سني وهابي وشيعة أبو سفيان والكذب والكلاوات هاي، مولانا ما قصرت ويانا، لا أبدا والله، برا جميع الملل. أثير القطراني، شو دعوة هيك تدافع عن يزيد؟ شو دعوة تدافع عن يزيد هيك؟ على كيفك. أنا ما قاعد أدافع، أنا قاعد أذكر قتلة الحسين. عندك ليش زعلان أنت على ما يعني هسه أنت ويا الحسين عليه السلام؟ اي نعم، انا ويا الحسين عليه السلام قال بعرض الروايات على القرآن، فهل تعرض الروايات البخاري على القرآن؟
لا الآن هذا الإحسائي النجفي ما عرض الروايات على القرآن. لا 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 انت داوي الحسين فتاخذ كلام الحسين يعرض يا الروايات. أستاذي شو دخل البخاري؟ تستطيع ان تعرض روايات البخاري على القرآن؟ شو دخل البخاري بقتل الحسين؟ شو دخل البخاري بقتل الحسين؟ نتكلم عن مقتل الحسين. انت ويا الحسين. لا انت ويا الحسين. انت ويا الحسين مو ناصبي مو من جماعه يزيد. فهل تعرض روايات؟ ما لك علاقه بالبخاري. لا شوتك والله مش انقلع. نرجع. جماعة الخير، قسم بالله العظيم انه اريد لي شيعي عليه على قولة جدتي ميت العجين ماكو، حتى ميت العجين براسه ماكو، قندره براسه ماكو. يعني هسه موضوعنا هو عن مقتل الحسين ومن شارك بقتل الحسين، وهذا نقرأه من كتبك. روح جيب لي البخاري وعرضه على القرآن. وش دخل احنا وين البخاري وين وسالفتنا وين؟ احنا قاعد نحكي عن الذين قتلوا الحسين باعتراف معممينك. والإحساء كملنا كلهم من أهل الكوفة قد تجمعوا من قبائل شتى. وقال أيضا حسين ابن أحمد البراقي النجفي. ماذا قال النجفي البراقي؟ قال القزويني ومما نقم على أهل الكوفة. ليش نقمتم عليهم؟ أنهم طعنوا الحسين بن علي عليه السلام وقتلوا الحسين عليه السلام بعد أن استدعوه. إحنا شلنا شغل بالحسين؟ يا لثارات الحسين ونحن أتباع حسين وأنتم أتباع يزيد. إحنا شنو دخلنا؟ أنتم قتلة الحسين، نحن كسنة نريد أن نأخذ ثأر الحسين منكم يا شيعة إبليس. سمعت؟ وين هذا الكلام؟ هذا الكلام ذكر الطبري هذه الخطبة في الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 32، وابن طاووس في الملهوف صفحة 92، والأمين. ليش تضحك؟ ملهوف اسم الكتاب يعني غريب شوية. ايه ابن طاووس ولا منه؟ والله ما عارف، مش فاهم، ما اعرفش اصلا انت بتقرا في اصلا. ايه وابن طاووس في الملهوف، الكتاب اسمه الملهوف. ايوه صفحة 92، والأمين في لواعج الأشجان صفحة 158، وعباس القمي في منتهى الآمال الجزء الأول صفحة 572، وحسين كوراني في رحاب كربلاء صفحة 183، وعبد الرزاق المقرم في مقتل الحسين صفحة 317، ومرتضى عياد في مقتل الحسين صفحة 87، وأعادها عباس القمي في نفس المهموم صفحة 360، وذكرها رضا القزويني في تظلم الزهراء صفحة 262. سمعت شلون؟ وقال المرجع المعروف آية الله العظمى محسن الأمين كاشف الغطاء والجدري والماعوني يقول: ثم بايع الحسين من أهل الكوفة من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه. وين هذا؟ هذا الملهوف صفحة 86، نفس المهموم صفحة 357، مقتل الحسين لمرتضى عياد صفحة 83 طبعة 4 عام 96، وتظلم الزهراء صفحة 257. وقال من جواد محدثي: وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني منهم الإمام علي عليه السلام الأمرين،
وواجه الإمام الحسن عليه السلام منهم الغدر من أهل الكوفة وشيعته، وقتل بينهم مسلم بن عقيل مظلوما مع شيعته، وقتل الحسين عطشانا في كربلاء قرب الكوفة وعلى يد جيش الكوفة. وين هذا مولانا؟ هذا في كتاب اسمه الملهوف صفحة 91، نفس المهموم صفحة 363، مقتل الحسين للمقرم صفحة 316، لواعج الأشجان صفحة 157، مقتل الحسين لمرتضى عياد صفحة 86، تظلم الزهراء لرضي ابن نبي القزويني صفحة 261. وقال الشيخ أبو منصور الطبرسي وابن طاووس والأمين وغيرهم عن علي ابن الحسن عن علي ابن أبي طالب المعروف بزين العابدين عليه السلام وعن آبائه، قال موبخا شيعته الذين خذلوا آباءه وقتلوهم، قال أيها الناس يحاكي شيعته الإمام زين العابدين، أيها الناس نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه، فتبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءا لرأيكم، بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ ما قصرت ويانا. فارتفعت أصوات النساء بالبكاء يما من كل ناحية، وقال بعضهم لبعض هلكتم وما تعلمون. فقال عليه السلام رحم الله امرأ قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله ورسوله وأهل بيته، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة. فقالوا بأجمعهم نحن كلنا سامعون مطيعون حافظون لدمائكم غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك، فمرنا بأمرك يرحمك الله، فأنا حرب لحربك وسلم لسلمك، لنأخذن يزيد ونبرأ ممن ظلمك وظلمنا. ماذا رد عليهم؟ أساميكم وسجلها أساميكم، بلاويكم وسجلها بلاويكم. قال لهم شكرا، thank you very much, I love you, you welcome. ما قال لهم هذا الشيء. اسمعوا ماذا قال لكم الإمام زين العابدين. فقال عليه السلام هيهات، أنا أقول الشيعة من جابين هيهات من الذلة، هيهات من العزة، هيهات من العزة. قال لهم هيهات أيها الغدرة، أيها الغدرة، وصفكم بالغدرة، تردون تأخذون. أستاذ عبد الله البكري شكرا جزيلا مولانا، ما قصرت ويانا. التيل هذا تعرف وين تحطه؟ بالخيمة بالوالدة العزيزة وهي رايحة المشاية، وتوزع على خواتك، لأن يحتاجن هذا التيل حبيبي، يحتاجن التيل في المشاية. تعرف أنت رايحات عليه من رايحات غير هريسة وتيل، إيش يردن هن رايحات عليه غير هريسة وتيل. طيب يقول هيهات أيها الغدرة. طيب سكت بس قال غدرة وسكت؟ لا. أيها المكرة بعد وسكت؟ لا ما سكت. والله توبيخ ورزالة وإهانة يعني من أوسع أبوابها. حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتون إلي كما أتيتم آبائي من قبل؟ يعني أنتم تريد تخدعوني وتقشمروني
بكلاواتكم مثل ما قشمرتم الحسين وعلي والحسن بكلاواتكم. لا أنا شفتها بعيني، يقول زين العابدين كلاواتكم، ما ممكن أتقشمر. كلا ورب الكعبة، الإمام يقول كلا ورب الكعبة ورب الراقصات. كلش حلوة هاي، ورب الراقصات. هذه دائما مقتدى يقولها ورب الراقصات. طيب، فإن الجرح لما يندمل يقول قتل أبي أو قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه ولم ينسني لكم ولم ينسني ثكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وثكل أبي وبني أبي ووجده بين لهاتي ومرارته بين حناجري وحلقي وغصته تجري في فراش صدري. هذا كلام منه؟ هذا كلام زين العابدين على شيعته وعلى أهل الكوفة وعلى شيعة أبيه وشيعة جده. خلينا نشوف وين هذا الكلام يا كتاب. بكتاب منتهى الآمال الجزء الأول صفحة 570. مولانا ما قصرت ويانا. وعندما مر الإمام زين العابدين عليه السلام وقد رأى أهل الكوفة، شاف أهل الكوفة متجمعين خطية حنينين كل هواية مولانا، شلون الآن متجمعين؟ ينخون ويبكون، واو يما لحقونا يما ما يبكون. زجرهم قائلا، صاح عليهم هي ولكم هوب تنوحون وتبكون من أجلنا، من أجلنا قاعد تبكون؟ فمن الذي قتلنا؟ كاظمية أم التتل وحسن أم اللبن. اسم وين هذا الكلام يا شعشوعي؟ كتاب الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 29. والله إلا فسخ دينك اليوم، والله دينك أفسخ اليوم. يقول وفي رواية أنه عليه السلام مر على الكوفة وأهلها ينوحون وكان ضعيفا قد أنهكته العلة والمرض، فقال بصوت ضعيف أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ وين هذا الكلام يا الثوري؟ في كتاب الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 29 منتهى الآمالي الجزء الأول صفحة 570 مقتل المقرم صفحة 311 وما بعدها في رحاب كربلاء صفحة 146 وما بعدها على خطر الحسين صفحة 138 تظلم الزهراء صفحة 258. ولك ألو. وقالت أم كلثوم بنت علي عليه السلام يا أهل الكوفة سوءة لكم ما لكم، خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم أمواله وورثتموه. مو بس قتلتموه، استبحتم أمواله، غنمتم أمواله، وسبيتم نساءه. يا أهل الكوفة اللي قاعد لن تسبى زينب مرتان. قلكم منو اللي سبى زينب؟ أهل الشام؟ لو أنتم لن تسبى زينب مرتان، أنتم تجيبون بليتكم وطامتكم توزعونها على الدول وعلى الشعوب. هذه كتبك اللي قاعد تقول. وانتهبتم أمواله وورثتموه وسبيتم نساءه ونكبتموه فتبا لكم. من هذه؟ أم كلثوم بنت علي عليه السلام رضي الله عنها
تقول: فتبا لكم وسحقا لكم. يا الله، شنو من دعوة بليغة! تبا لكم يا أهل الكوفة، يا شيعة الكوفة، وسحقا لكم أي دواه دهتكم، أي دواه دهتكم، وأي وزر على ظهوركم حملتم، وأي دماء سفكتموها، وأي كريمة أصبتموها، وأي صبية سلبتموها، وأي أموال انتهبتموها. قتلتم خير رجالات بعد النبي صلى الله عليه وآله، ونزعت الرحمة من قلوبكم. وين هذا يا أبو صلع الدرملي؟ في كتاب اسمه اللهوف صفحة 91، وكتاب مقتل الحسين المهموم صفحة 363، ومقتل الحسين أيضا للمقرم، نفس المصادر اللي ذكرتها آنفا. لحظة بس خليني أفتح الباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ازيك يا مولانا؟ لا حول. حياك الله أرواح، فكرناك نايم يا أرواح. لا والله معاك وعاء استماع، إذا بحاجة للطامة جاهز. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. وعليكم السلام، حيا الله دارك. حياك يا الشيخ أحمد، أخوي فهد حبيب. الأرواح. ثواني، في واحد اسمه المسعف طلب قسط، خلينا نشوف ايش عنده. المسعف شغال في الإسعاف ولا ايه؟ المسعف اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. شلونكم يا أخوة الشيطان؟ نحن اخواتك. تنشب. الله يطيح حظك يا الله. طيح الله حظك على السالفة. اخواتك احنا يا حبيبي. ليش شيعة يا شيخ؟ من دخلت هذا طالب قسط؟ ليش تسبوني؟ ايش؟ من دخلت لحد الآن هو كان طالب قسط، بس دا يصعد يقول هاي الكلمة. الله يطيح حظه. شلون عنده خلق؟ حي الله الدكتور. معاهم اليوم مولد زينب. زينب بكرة موت زينب. لا ماكو هيك مناسبة. يا زواري هلا بيكم هلا بيكم. لقد تسستنا اللايف كله أخذ. طيب، السلام عليكم. حيا الله اخوي أثير. وعليكم السلام. اهلا بالغائب الحزنان. اهلا. ايوه. حياك الله. هذا جاري من الجنسية السورية منزعج من كلامي، فراح اشتكى علي، صوتي عالي. سمعت شلون؟ الظاهر سمع الحوار مالي كله طالع عندهم. ما علينا. يقول ونقل الطبرسي والقمي والمقرم وكوراني وأحمد راسم وفي تخاطب الخونة والغدر والمتخاذلين قائلا: أما بعد يا أهل الكوفة ويا أهل الختل والغدر والخذل والمكر، ألا فلا رقت
رقأت العبرة ولا هدأت الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، هل فيكم إلا الصلف والعجب والشنف والكذب وملق الإماء وغمر الأعداء، كمرعى على دمنة أو كفضة على ملحودة، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم، وفي العذاب أنتم خالدون، أتبكون أخي يا أهل الكوفة تلطمون على حسين؟ أجل والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فقد بليتم بعارها ومنيتم بشنارها ولن ترخصوها أبدا، وإنا ترخصون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حربكم ومعاذ حزبكم ومقر سلمكم ومفزع نازلتكم والمرجع إليه عند مقالتكم ومنار حجتكم، ألا ساء ما قدمتم. هذا كله على أهل الكوفة، كله على أهل الكوفة، هذا الشتم والسب لأنفسكم، وساء ما تزرون ليوم بعثكم، فتعسا ونكسا لقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة، أتدرون وليكم أي كبد لمحمد فريتم، وأي عهد نكثتم، وأي حرمة له انتهكتم، وأي دم له سفكتم، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لقد جئتم بها شوها خرقاء كطلاع الأرض وملء السماء. وين ولك هذا مكتوب يا أبو صلعة؟ نقلها عباس القمي في نفس المفهوم، في نفس المهموم صفحة 365، وذكرها الشيخ رضي ابن نبي القزويني في تظلم الزهراء صفحة 264. نكمل. عندنا ضيف. السلام عليكم. ولا تكمل. عليكم السلام. طراني أخوي، هلا هذا التأويل كله على مود شو؟ على مود أنه تبرر يزيد يعني مثلا، لو شو؟ لا، على مود أثبت أنكم أنتم قتلة الحسين. في قتل من الشيعة اللي كانوا في الكوفة، ما حد نكر هذا الشيء، بس إنه أنت هذا كلامك تأويلك على مود أنه تبرر يزيد يعني. التزوير ما أحبه، تقول في قتلة كانوا في الشيعة. الآن الروايات اللي قرأتها كل أهل الكوفة كلهم كانوا شيعة وكلهم بايعوا وكلهم خرجوا عليه فقتلوا، كل الروايات اللي قرأتها. طيب سؤال نفترض انه الشيعة هم اللي قتلوا الامام الحسين. طيب سؤال اثر، ابداعت امك، ابداعت موتك، انه تجاوب. ما يجوز تحلفني ابداعت امي مو اله. اقسم عليك بالله، اقسم عليك اي الله قول مو امي. اقسم عليك ما تشتغل. اي اثير خليني اتكلم. اقسم عليك بالله، هلا انا اسلم معاك انه اللي قتلوا الحسين هم الشيعة اللي بالكوفة. طيب اقسم عليك بالله، منو اللي ضرب ثنايا الامام الحسين بالعصا؟ اي منو؟ تفضل انت جاوب، منو اللي ضرب ثنايا؟ انا اريد انت قلت منو جبت. طيب. انت ابن حزم عنده كتاب، اسم الكتاب اسم الكتاب الرد على المتعصب العنيد المانع على ذم يزيد. صفحة اسم الكتاب هذا. هذا الابن حزم. بس خليك أستاذي أكفي أثير. هذا الخرط ما يشتغل عندي. تدري ليش؟ اسمع، تدري ليش ما يشتغل عندي؟ أنا سني. تعرف شنو سني؟ وابن حزم يعني ابن حزم شيعي؟ لا ابن حزم نحط رواياته على الصفيحة،
فاذا عجيب. طلعت روايه صحيحه اهلا وسهلا، اذا طلعت روايه نطيحه نشيلها ندبها بالزباله. طيب ما يعني يشتغل قول نعلة الله على الكذاب ابن حزم وحل المشكله. لا ليش ليش انت لا يا استاذ، يمكن نقل الروايه بدون تحقق، ما تحقق منها الرجل، نقل الروايه، نقل الواقعه. احنا هنا الان عندنا ايه الله العظمى تابلت وكمبيوتري ونتحقق من الروايه. ممكن تجيب لنا دليل، ممكن تجيب لنا الروايه لو سمحت. في صحيح البخاري ان يزيد بن معاويه مقتل حسين بن علي. طيب هذا شو بده اعمل بيانه؟ شو يقول بالبخاري؟ ان يزيد بن معاويه مقتل حسين بن علي. مقتل الحسين بن علي. اي طيب انت ابحث، انت موجود هذا هم. لا مو انا ابحث، انت مسند احمد بن حنبل. يا استاذي انت من تروي روايه تجيبها الي، لا تقعد تقول لي جيب وانا ابحث. اثير انت عندك حاسبه يا استاذ، عندك حاسبه؟ انت اسمعني، انا حاسبتي بعد ما تجيب الروايه وتجيب لي عنوانها وتجيب لي رقمها وتجيب لي اسمها انا اشغل حاسب. بس تكتب المتن اثير. بس لا ما اكتب ولا شيء. روح جيب لي الروايات، انزل اكتب ودون ورقم وجهز حالك وتعال عندي، خلينا نكمل، لا تقاطعنا. الان بعد هاي الروايات كلها انت شو تريد تقول؟ تريد تبرئ يزيد؟ انا ما اريد ابرئ يزيد، لا والله ما عندي قصه بيزيد ولا اريد ابرئ يزيد ولا بنيتي اصلا ابرئ يزيد، لكن انا اريد افضحكم انتم. لعن الله من قتل الحسين، اجدادكم، وشارك بقتل الحسين اجدادكم، ورضي بقتل الحسين اجدادكم من قتل الحسين ورضي بقتله وشارك بقتله اجدادكم. نزلته شيخ لو هو نزل؟ اي انا نزلته، نزلته حتى يجيب الادله. يجيب الادله ويجيب البراهين. عليكم السلام، اهلا وسهلا. شنو موضوعكم اليوم؟ موضوعنا نريدك تلعن قتلة الحسين ومن رضي بقتله وأمر بقتله وشارك بقتله وأبنائهم إلى يوم القيامة. أنتم أهل البيت أصلا ما تعترفون بهم، صح لو لا؟ يا أستاذي أنا مو موضوعي الاعترافات الآن. موضوعي تقدر تلعن قتلة الحسين ومن أمر بقتله ورضي بقتله وشارك بقتله وأولادهم وأحفادهم. قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت. أنا ما قلت لك تلعن أمة، أنا قلت لك العن من قتل الحسين هم على قتل وشارك بقتله. لعن الله قتلة الحسين أنا أريدك ركز وراي، تلعن قتلة الحسين ومن شارك بقتله ومن بايعه وغدر به وأولادهم إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. عد وراي، قول لعنة الله على من بايع الحسين ونتبرأ من قتلة الحسين. يا أستاذي ردد وراي، قول لعنة الله على من قتل الحسين. كل ساعة كاتميني، لا يصيرون مزعطة، كل ساعة كاتميني. يا أستاذ قول لعنة الله يا أستاذ يقول لعنة الله على من قتل الحسين. تفضل. أقول لك لعنا لا تظل مثل الطلاب الابتدائية. اللي بعده. تفضل فؤاد. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. حبيت اقول لك بس عن اللي قال مقتل الحسين. هذا مقتل الحسين من ساعة كان في مناظرة بين الإمامي ويا أبو عبد الرحمن. هو المؤلف الحكاية مقتل الحسين هو الإمامي. هاي معلومة. يعني ايش قلت له روح جيب الوثائق؟ هذا كذاب كلب 16 هذا. مالي شغل بيه احنا ناس نشتغل بالوثائق، ما نشتغل بيجيني واحد يقول لي انت بس هو اخذ الفكره من الامامي، والامامي هو مؤلف قصه مقتل الحسين. هذه اول مره نسمعها بالدنيا، ما فيها الكلام. قواك الله. نزلني اخوي، نزلني. الله يجوز حبيبي ولا يهمك. ونقل أسد حيدر عن زينب بنت
علي عليه السلام وهي تخاطب الجمع الذي استقبلها بالبكاء. تفضل أبو كرار. السلام عليكم. عليكم السلام. لعن الله من قتل الحسين. لحظة ردد وراي. قول لعن الله من بايع الحسين. قول لعن الله من قتل الحسين وأنتم من هم؟ يا أستاذي بدون ما أنتم، قول لعنة الله على من أرسل للحسين وقتله وشارك في قتله. تفضل. إخوانا لا حد يصعد يا شباب، لا حد يصعد، أنا صعد. ومن اللي نزلوا يا أخوانا؟ شكله اختفى مولانا. أنا والله ما نزل. أحد نزل؟ أنا ما نزلته. لا أنا والله ما نزل. أي تمام. هسه طيح حظ ثواني من طي كتب. يقول أبو كران ابلع. يقول وهي تخاطب الجمع الذي استقبلها بالبكاء والعويل فقالت تؤنبهم. هذا اللي صعد لأنه النقاش معك ما بيه نتيجة. أولا هذا المصدر اللي أنا ذكرته إليه. اخوان يا شباب انا راح استاذن. ليش استاذن؟ لان هذا اللي بصعد يا اخوان في بس يا حبايبي بس وفي شيخنا وانا رجال انزعج بسرعه. يعني انا ذاكرتي مثل ذاكرتك يا ثير يا شيخنا. ليش الصعد؟ مو انا اقول ما صعد، انا اقول لحد يصعد. ليش الصعد يا شيخنا؟ كمل شيخ أثير، ما صار شيء. طيب خلينا باكر نكمل. ممكن يعني قبل لا تتكلم يعني هي تاخذ 5-6 ثواني شيخ أثير. لا مو انا شوف انا رجال ذاكرتي مثل السمكه، ومنا هسه ذول ازعجوني جايين مشتكين على صوتي، ومنا هذول كل ساعه يقفزون يدخلون الموضوع، ومنا انا قاعد اتكلم واحس واحد صعد. ما انا ما فهمت. انت الان عندك موضوع بتكمل وما نصعد احد ولا ناس تصعد؟ وانا مش فاهم برضك ايه الموضوع. وانا قلت شيخنا، قلت لا حد يصعد، انا اريد اكمل كل الادله والبراهين اللي تثبت ان من كتبهم الشيعيه اللي تعترف ان قتله الحسين هم اهل الكوفه، شيعته وشيعه علي وقاده علي. ما نريد احد يصعد نهائي، ما نريد احد كمل يلا كمل طروحتك وبعدها يصير خير. من تريد تصعد بلغني. اي فقالت زينب بنت علي عليه السلام وهي تخاطب الجمع الذي استقبلها بالبكاء والعويل فقالت تؤنبهم أتبكون وتنحبون؟ سؤال تبكون وتنحبون؟ أي والله. قالت لهم إي والله، فأبكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأن ترحضون قتل سليل خاتم النبوة. وين هذا؟ في الإرشاد للمفيد صفحة 248. وفي رواية أنها أطلت برأسها من المحمل وقالت لأهل الكوفة صه يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساءكم؟ فالحكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. وين هذا الكلام؟ بكتاب نقلها عباس القمي في نفس المهموم صفحة 365، وذكرها الشيخ رضي ابن نبي القزويني في تظلم الزهراء صفحة 264. طيب إلى هنا يعني أكتفي. هي المواد كثيرة صراحة والمصادر كثيرة، إلى هنا أنا أكتفي. الله يسعدكم. لكن لا يصعد لي شيعي ويبيع براسي شرف ويبيع براسي مدري شنو ويبيع براسي شنهويات، ما يشتغل.
طلعت لك الآن 1000 معمم بالصوت والصورة، ومن كبار المعممين اللي يطلعون على قنواتكم الزربلائية والمربلائية، طلعتهم بالصوت والصورة يعترفون ويقرون أن الشيعة هم قتلة الحسين أنتم. وبالوثائق طلعت لك عشرات الوثائق التي تقر أنكم قتلة الحسين، أنكم قتلة الحسين. فلماذا تتبلون على الناس؟ لماذا تبلون أهل الشام وأهل الحجاز وأهل اليمن وأهل الوهابية وأهل ما أعرف منه بهذه البلوى التي ارتكبتموها، بالجريمة التي ارتكبونها؟ أنتم دائما متعودين ترتكبون جرائم وترمونها براس غيركم. يعني مثلا إذا بحثنا على جهاد النكاح نجده في الحشد الشعبي، عارف؟ بحثنا على الباكستاني والشيشاني والأفغاني نجده بالنجف، ترمون به غيركم. نبحث عن اللصوص نجدهم أنتم. نبحث عن المفخخين والتفجيريين نجدهم أنتم قتلة ومفجرين ومفخخين، فجرتم الأضرحة والحسينيات والكنائس والدنيا وتتهمون به غيركم. لماذا هذه الطريقة والعادة النجسة التي تحملونها؟ ترتكبون الجرائم وتتهمون بها غيركم، لماذا؟ هذه كلها أفعالكم وبالأدلة نعطيكم إياها، بالأدلة. أنتم الإرهاب، أنتم اللصوص، أنتم القتلة، أنتم المجرمين، أنتم تجار المخدرات، أنتم نكاح الجهاد. أنتم عندكم الباكستاني والأفغاني والشيشاني مربع عندكم بالنجف وزربلاء، أنتم الغدرة الفجرة والإرهابيين، كل هذه عندكم وتتهمون بها الناس، تتهمون بها غيركم. ليش ما يعني أنت ما تحس على نفسك إنك مجرم وتسكت؟ على الأقل تسكت، بس ما أتهم أنا مجرم، رجال مجرم، ما أتهم غيري بالجرائم، مجرم هذه وأنا مجرم. يعني عيب حتى والله استحي أنا مجرم وأقول ها يا مجرم. مثلا يعني تخيل معي يا شيعة أنا ماشي بالشارع وأشوف لي واحد أصلع، أقول ها أبو صلعة ها صلوعي، إيه مش منطقي. يعني أنا أضحك على نفسي، هو أنا أبو صلعة شلون أعيب على هذا أبو صلعة؟ ما يصير. أنتم مجرمين، زنادقة، لصوص، حرامية، قتلة، كل البلاوي السوداء. والله العظيم مرات أنا أحط راسي على المخدة أقول هسه هذا الشيعي ما يشوف بلد الصاير بيها من يوم حكموه هذولا؟ ما يشوف هو شلون حالته صارت تعبانة من يوم حكموه هذولا؟ ما يشوف بعينه؟ ما يشوف هاي الأدلة اللي قاعد نسردها إله والبراهين والآيات ما يشوفها؟ يعني معقولة هذا مخه واقف قافل مثل حديد؟ هسه خلي الحسين، خلي المسائل هذه، خلي هذا تاريخنا الحديث. ما تشوف أنت صار ببلدك منو سبب هذا؟ منو قال لك انتخب هذول اللصوص الحرامية؟ هاي الميليشيات اللي قاعد قتلك ليل نهار وانت تصفق لها وتصيح لها احترم نفسك، لا تحكي على الحشد المحشي ولا تحكي على الحشد المضري. شنو عقليتك؟ شنو أنت؟ ما أدري. بس هذا أمر الله عز وجل إذا أراد أن ينتقم من قوم، عارف، وهذه معجزة من معجزات الله، أن يحبب لهم الأشياء اللي أنتم تحبونها. لأنه ماكو واحد محترم وعاقل وعنده ذرة من العقل والشرف والغيرة يكون شيعيا مواليا، عارف، أو متبع لمفتي أخرس. المفتي عندما يفتي لازم يتكلم بر 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 كر 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 كر. هذا مفتي، هذا تكركر وتبربر يسمونه. ليش؟ لأن الإفتاء محتاج إلى كلام،
فعندما يكون المفتي أخرس شنو يشتغل لك بالإشارة؟ مستحيل. هذا بس عند الشيعة، إنهم يتبعون مفتي أخرس، لا يتكلم، لا يحوص ولا ينوص ولا إشارة، وحتى لو طلعوه مع ضيوف ما يتكلم. وي وي وي، موسيقى حزينة. عارف؟ هذا بس عندكم، بس عند الشيعة. وين جيب لي إنسان عاقل يمتطي دينكم ويصير عنده شرف وكرامة وغيره؟ وين؟ ما يصير عنده شرف وكرامة. هذول يضحكون عليكم ترى، هذول اللي قاعد يصيرون بدينكم وهذه، وأقسم لكم بالله يا شيعة يضحكون عليكم، والله لقوكم قشامر ويضحكون عليكم. قال لك احنا هاي فلوس وجايتنا المكاننا واحنا لا دين ولا مذهب، خلينا نضحك عليهم. فيضحكون عليكم. الله وكيلك، لا الله وكيلك، انت ماكم من ينزلون من القسط ويشوفونك تلطم بالنعال وتزحف مثل السحلية يموتون من الضحك. كه 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 كه. والله حمير، والله مطايع، طيح الله حظكم يا مطايع. ها ما يشوفونك تدغمر بالطين يضحكون. ها 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 ها. شوف المطي هذا قاعد يجي. ما يشوفونك تاخذ اختك وياك مشاية وترقص ندق 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 بين المشاية، وهذا يرقمها وهذا مديده من جوا وهذا يضحكون. الله ولك هذول وين وصلوا بيا مرحلة؟ والله يضحكون عليكم، مسويكم غشامر، ملة غشامر. فدعوتكم باطلة، دينكم باطل، اتباعكم لأهل البيت باطل، اتباعكم لعلي باطل، اتباعكم للدين باطل، اتباعكم للحسين باطل. طيب الله المستعان. على كل حال جزاكم الله خير يا أخواني، وأشكركم والله كثر من أمثالكم. شكرا لإتاحة الفرصة لي، واليوم طولت معاكم. توني جيت أخوي أثير بعد وقت. يا حبيبنا وينك انت غايب؟ احنا دخلنا معارك. غيرت الشركة، غيرت اشتراك الشركة لغير شركة على مود يضبط عندي النت شوية أفضل هسه. اي والله على المداية تأخرت. ايه تفضل يا كينج. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ أثير؟ حياك الله. طبعا يا شيخ أثير انت كل ما تستشهد في ان قتلة الحسين هم الشيعة، هم يتنصلون من اسم الشيعة. ايش يقولوا لك؟ يقولوا لك لا يعني كان مصطلح الشيعة قديما كل من يدعي بانه الشيعة، ولكن يا شيعة هذا علامتكم الشيخ آية الله بعد محمد حسين الأعلمي الحائري، المجلد الثالث صفحة 189. فضحكم فضيحة يا شيعة. أنتم الآن دائما نشوفكم بحساباتكم وفي كتبكم تكتبون نحن الروافض. اسمعوا ماذا قال. قال الروافض هم الذين بايعوا الحسن بن علي عليه السلام ثم نقضوا بيعته، والذين كتبوا إلى الحسين من الكوفة ليبايعوه، والذين بايعوا زيد الشهيد بالكوفة ثم نقضوا بيعته. هذا آية الله الشيخ محمد حسين الأعلمي الحائري بالاسم جاب لكم يا روافض. قال الروافض، يعني الحين خل الشيعة على جنب، أنتم روافض ما تفتخرون بأنكم روافض، هذا آياتكم فضحكم بالاسم. فلا يجيني شيعي ولا يجي حق الشيخ أثير ويقول لا لا الشيعة اللي قبل يدعون بأنهم شيعة، يدعون أنهم في هم أهل الكوفة، لا نفسهم هم الروافض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، في معركة كربلاء السجاد نجا بالمعركة، في واحد آخر نجا معه وجرح، ليش ما تذكرونه؟ تعرفون من هو؟ هو الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه. الحسن المثنى جرح ثم أخذه خاله وعالجه. زين، تدرون وين كان؟ راح صار عند يزيد وبدأ يقتل الروافض. ارجعوا لكتابكم الإرشاد المفيد. هذا الحسن المثنى من أهل البيت الذي جرح في انقطعت ايده بعد في معركة كربلاء، ليش ما يذكرونها لكم المعممين في الحسينيات؟
والله يا شيخ أثير شيء يدمي القلب. يعني شفت اليهود، أقسم بالله العلي العظيم ما شفت يعني ألعن من اليهود غير الشيعة، هذول الروافض الشيعة هذول. وبيض الله وجهك وكثرهم من أمثالك يا شيخ أثير. الله يحييك حبيبنا الغالي ويسعدك ويبارك فيك. يقول أنتم تحاورون نفسكم. لا ما نحاور نفسنا، احنا نصعد الناس بالهذه. تفضل يا أستاذ علي. صعد؟ أنا صعد حبيبنا، بس أنت اكتم. تفضل يا أستاذ علي. نعم أستاذ علي. نعم علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل. شيعي حضرتك؟ الشيعي إن شاء الله شيعي. إيه الآن ذكرنا بالوثائق وبالأدلة وبالتسجيلات أن أنتم قتلة الحسين. شنو رأيك بهذا الكلام؟ بالوثائق أن قتلة الحسين هو من أمر بقتل الحسين. هو من أمر. حلو. من أمر بقتل الحسين؟ هو من أمر بقتل الحسين. هو ممتاز. لم يكن يزيد. ممتاز. أستاذي ما أريد ألم ولم ألم. ممكن لو سمحت تجيب لنا الدليل، لو سمحت الدليل الصحيح أن يزيد أمر. بس لا تكتم. تفضل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أريد الأن والإن، ما أريدها. أريد تجيب لي الدليل. يعني هي هاي الأداة المستخدمة. لا ما أريد الأداة ولا المداة. أريد يا أستاذ جيب لي الدليل أن يزيد من كتبك، دليل صحيح من كتبك أن يزيد هو من أمر بقتل الحسين. دليل صحيح. تفضل. يا أخي الشواهد التاريخية ثبتت أن يزيد هو من كان يحكم. لا ما ثبتت الشواهد التاريخية أن يزيد أمر، بل كتبك تبرئ يزيد. وأنا هسه أطلع لك معممين شيعة على المنبر يبرئون يزيد من قتل الحسين، وكبار المعممين، وتنقلهم قنوات زربلاء ومربلاء. وهذا لا يعني أن يزيد حاكم هو من أمر. لا ما أمر. وإذا كان هذا القياس هكذا فعلي هو من أمر بقتل الزبير وطلحة وغيرهم من هؤلاء الصحابة الذين قتلوا. علي هو من أمر بقتلهم وأمر بقتل عثمان. سمع شلون؟ هكذا تكون القياس. إذا كل حاكم هو المسؤول عن من قتل، عارف مباشرة، فهذا يعني أن علي مسؤول عن كل من قتل في زمانه من الصحابة. هكذا يقاس. هذا الحكي ما يشتغل عندنا. تجيب لنا أدلة. أنا قلت لحد يصعد بدون دليل وبرهان. الروايات التي رويتها لكم أنها تقول أن الشيعة هم قتلة الحسين، وقادة هؤلاء قتلة الحسين من أهل الكوفة هم من شيعة علي. عبيد الله بن زياد من شيعة علي ومن مقاتليه وقادته بصفين. والشمر ابن ذو الجوشن، ما أعرف الشبن ابن من، أيضا من قادة علي ومقاتليه في معركة صفين وغيرها من هذه المعارك التي قادها من شيعة علي. ثانيا أنت تبرر لي، هل من المنطق هذا اللي قاعد يسمعونه الآن الإخوان هذول اللي قاعد يسمعونه، هل من المنطق أن شخص أنا أحبه وأعرف مكانته وأعرف معزته يأتيني أمر من شخص ثاني بأني أقوم أقتله؟ يعني هذول أهل الكوفة 300,000 إنسان، تخيل معي 300,000 إنسان خرجوا عليه. 300,000 إنسان في ذاك الزمان، يعني مو في هذا الزمان. هل بقي أحد بالبيت؟ ما بقي أحد بالبيت، كلهم خرجوا عليه، كلهم خرجوا على الحسين ليقتلوه. على الأقل حتى نبرر كلامك ونصدق كلامك وأنهم الأمر أتاهم من فوق وأنهم مجبورين. كانت 300,000، 150,000 كان وقفوا مع الحسين، و150,000 أخذهم الخوف والطمع ووقفوا ضد الحسين على الأقل. لكن الحسين بقي هو وأصحابه 73 الذين أتى معهم، ما انضم إليه أحدا جديدا من أهل الكوفة ولا من غيرها. وهذا مو مبرر
ما تبرر لي أن الحسين أن يزيد أمر شيعة الحسين بقتل الحسين. مش منطقي، والله مش منطقي. ما تقدر تقنع أحد فيه. يعني تقول له يزيد الناصبي أمر الشيعة المحبين للحسين بقتل الحسين. يا رجل 300,000. عبيد الله بن زياد والشمر وأعوانهم كلهم دخلوا يمكن 6 أنفار ولا 5 أنفار، كلهم 5-6 أنفار. كان قتلوهم وخلص، وطز بيزيد وطز باللي يجي من يزيد. يلا احنا نناصر الحسين، وهذا الحسين جانا بالطريق يصير قائدنا، ونحن 300,000 وينضم إلينا من القبائل الأخرى والمناطق الأخرى في العراق، وتكون حربا مثل حرب صفين وغيرها. ويزيد تو حاكم، ما صار له كثير على فكرة، حتى الأمور مو مستتبة ليزيد لساتها. مش منطقي هذا يا شيعة بني صهيون. احنا الآن مو بصدد من أمر، احنا الآن بصدد أنتم قتلة الحسين. الأمر هذا موضوع ثاني نفتح إن شاء الله في يوم آخر، لكن أثبتنا بالأدلة بالبراهين بالكتب بالصوت والصورة والكتب مالتكم أنكم أنتم قتلة الحسين. عندما تقولون لعن الله من قتل الحسين فأنتم تلعنون أجدادكم، ولعن الله من رضي بقتل الحسين صدقني تلعنون أجدادكم، ومن شارك بقتل الحسين صدقوني تلعنون أجدادكم. عارف؟ لا يهمكم أنكم قاعد تلعنون أحد آخر، لا والله أنتم قاعد تلعنون أنفسكم. صدقني عندما نسمع احنا أهل السنة من الشيعة عندما يقول لعنة الله على من، عارف، لعنة الله على أعداء آل البيت، نحن نقول لكم والله آمين. والله يا شيعة اللي موجودين معي في البث نردد وراكم آمين. عندما تقولون لعنة الله على أعداء أهل البيت، والله أنا واحد من الناس أقول آمين. ليش؟ لأننا نعرف يقينا وعقيدة وواثقين من أنكم أنتم أعداء أهل البيت. كل ما تفعلونه، كل ما تقولونه، كل ما تسوونه فهو ضد أهل البيت ولا يمت لأهل البيت بصلة، بدءا من أجدادكم الذين قتلوا علي وسموا الحسن وقتلوا الحسين وظلمتموهم. عارف، أنا أجيب لك خلص، ما دامنا احنا فاتحين وسهرانين وهذه، خلنا نجيب وثيقة أخرى، وثيقة كلش حلوة، القول بالقول يذكر، وثيقة كلش زينة. الوثيقة كلش حلوة، سمعوها يا شيعة. اسمع معاي، عندي صوت ولا ما عندي يا شباب؟ اي نعم صوتك واضح. اي اسمع يا شيعي، اسمع يا شيعي. قال الإمام علي عليه السلام: لقد رأيتم أصحاب محمد، هو يقول لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما أرى أحدا يشبهكم منكم أو يشبههم منكم، يعني بريئين منكم، ما في شبه بينك وبينهم. ليش هالمذمة هذه؟ لا، لقد كانوا أصحاب محمد يصبحون شعثا غبرا، يعني من الصلاة، من قيام الليل، وقد باتوا سجدا وقياما. أنتم ما تشبهونهم، وينكم أنتم؟
حتلية سفلة مثل اليوم، يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعز من طول سجودهم. إذا ذكر الله هملت أعينهم يبكون حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفا من العقاب ورجاء بالثواب. هذا كلام علي بصحابة محمد، والله كلام علي بصحابة محمد. هؤلاء الذين يقول عنهم معمميكم أنهم كفروا ومرتدين، وعلي يشهد لهم بكل هذه الشهادة في كتاب نهج البلاغة صفحة 225. ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتل آباءنا وأبناءنا وأخواننا وأعمامنا، ما يزدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما، ومضينا على اللقم وصبرنا على مضض الألم وجدا في جهاد العدو. ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون، فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا. فلما رأى الله عز وجل صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر، حتى استقر الإسلام ملقيا جرانه ومتبوئا أوطانه. ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم يا شيعة، هو يقولكم الإمام مو أنا، ما قام للدين عمود. إذا هذول صحابة محمد مثلكم ما قام للدين عمود، ولا أخضر للإيمان عود. كل شيء ماكو يقول، لا دين ولا إيمان ولا عود. لو مثلكم صحابة محمد مثلكم لا عود ولا مود. وأيم والله لاحتبلناها دما ولتتبعناها ندما. لو مثلكم صحابة محمد. نهج البلاغة الصفحة 129-130 يقول: فيا عجبا والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. أنتم على حق بس متفرقين. فقبحكم الله. من يدعو عليكم؟ علي. هسه احنا موضوع الحسين ذاك بعد، وقتل الحسين ورزالة الحسين وأولاد الحسين وأخت الحسين لكم، خليه على جنب. هذا علي الأب الكبير ايش قاعد يقول لكم؟ قبحكم فقبحا لكم وترحا حين صرتم غرضا يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون. فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذا حمارة القيض أمهنا يسبغ علينا الحر، وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه صبارة القر أمهنا ينسلخ عنا البرد. كل هذا فرار من الحر والقر، تفرون فأنتم والله من السيف أفر، يعني جبناء. ثم يقول لكم: يا أشباه الرجال ولا رجال، أنتم بس شكل رجال بس مو رجال، حتى مو نساء. حلوم الأطفال، عقولكم طفل بيبي صغير. عقول ربات الحجال، سوالف نسوان. لوددت أني لم أراكم، أمنيتي والله ما أشوفكم بحياتي، ما أشتهيكم. شيعة علي. أني لم أراكم ولم أعرفكم معرفة. شو هذه المعرفة يا علي؟ والله جرت ندما، ندمان أني عرفتكم، وأعقبت سدما، وأذلكم الله. ثم ملأتم قلبي قيحة. يقولهم جراحة صدد، هذا يسمونه صديد. ملأتم قلبي جراحة،
قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. نهج البلاغة صفحة 88 و 91. أيها الناس المجتمعة أبدانهم، أنتم مجتمعين أبدانكم المختلفة أهواءهم، كل واحد عنده رأي. شلون الشيعة اليوم القزويني والسستاني والبلقاني ومقتدى وعمار وزنمار وجنة، كل واحد له فئة وجماعة، نفس الشيء. المختلفة أهواءهم، كلامكم يوهي الصم الصلاب وفعلكم يطمع فيكم الأعداء، تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جاءكم القتال قلتم حيدي حياة. كلمة يقولها الهارب المغرور، والله من غررتموه ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسم الأخيب. اللي يفوز بيكم أنتم ياخذكم مجموعة مثل اللي ماخذ أردى نوع من أنواع السم، اللي يفوز بيكم أنتم يا شيعة. ومن رمى بكم فقد رمى بأفول ناصل. أصبحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم ولا أوعد العدو بكم. تخذلوني جبناء، تخذلوني. نهج البلاغة صفحة 64 96. أف لكم لقد سئمت عتابكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا وبالذل من العزة خلفا. إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في غمرة. تدورون بعيونكم، لا احنا ما نقدر. ومن الذهول في سكرة يرتج عليكم حواري فتعمهون، فكأن قلوبكم مهووسة فأنتم لا تعقلون. ما أنتم إلا كإبل ضلت رعاتها، فكلما جمعت من جانب انتشرت من آخر. لبئس لعمر الله سعر نار الحرب أنتم تكادون ولا تكيدون، وتنفض أطرافكم فلا تمتعظون، لا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون. نهج البلاغة صفحة 104 105. الذليل والله من نصرتموه، أنتم اللي تنصرونه إيش بعدل. ومن رمى بكم فقد رمى بأفق ناصل، يعني اللي يتخلى عنكم هذا سهامة مصوبة، يعني صائب الرأي. وإنكم والله لكثير في الساحات قليل تحت الرايات. أنتم والله بالأيام الرفاهية وحسين وأكل وطربقة هواي، بس بالهذه قليلين. إلى قولي أضرع الله خدودكم وأتعس جدودكم، لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل. أنتم أهل باطل، تعرفون الباطل بس الحق ما تعرفونه. ولا تبطلون الباطل كإبطالكم للحق. يعني مثل واحد إجا سألكم عن مسألة باطل، هل هذه يقول لك باطل ولا هذا، ما تقدرون. لكن إذا جاكم واحد عنده حق يقول أنا على حق، تقول لا أنت على باطل. نهج البلاغة صفحة 143 144. هذا أصح كتاب وأجمل كتاب عندكم بالرزالة والإهانة كلها لأجدادكم الشيعة. استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرا وجهرا فلن تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا. إلى قوله لوددت والله. يقول علي، تخيل معي، شوف 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 الألم اللي جرعتموه لعلي. لوددت والله أن معاوية صارفي بكم، يعني أنا ومعاوية شلون أصرف الدولار باليورو أو بالجنيه المصري، صارفي بكم صرف الدينار بالدرهم. فأخذ مني، ياخذ مني 10 منكم، وأعطاني رجلا منهم، واحد من أهل الشام أنطي 10 منكم من شيعة علي أهل الكوفة. الله سعركم والله رخيص لهالدرجة عندكم شو اسمه نازل سعركم بالسوق مثل الليرة اللبنانية. نهج البلاغة صفحة 200 مثل التومان نازل سعركم. ينطي معاوية واحد شامي يصرف ل10 شيعة، يقول له خذهم هاك ما أريدهم. وبهذا
إيه بعد قال الإمام الحسين عليه السلام: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا وبؤسا لكم حين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين فشحذتم علينا سيفا كان في أيدينا وحمشتم علينا نارا أضرمناها على عدوكم. احنا جايين ننقذكم، جايين لدعوتكم لطلبكم، تقومون أنتم تشحذون سيوفكم علينا. فأصبحتم إلبا على أوليائكم ويدا على أعدائكم. يعني أنتم صرتوا بيد أعدائكم ضدنا، ها، من غير عدل. أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم ولا ذنب كان منا إليكم، ما سوينا لكم ذنب، ليش تسوون بينا هيك؟ الحسين يقولكم: فهلا لكم الويلات إذا كرهتمونا والسيف مشيم والجيش طامن. الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 300. هذا الإمام علي بن الحسين عليه السلام يقول: يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غيركم. تاريخ اليعقوبي الجزء الأول صفحة 235. فها هو زين العابدين عليه السلام يوبخ أجدادكم. ها؟ طيب، وقال الإمام محمد ابن علي الباقر: لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان 3/4، تخيل معي يا شيعي، 3/4 لنا شكاكا. ايش بغى بس الربع، والربع الآخر أحمق طيركم كلكم. كلهم لو كانوا لنا شيعة 3/4 شكاكا مشكوك بأمرهم مو ثقة، والربع الباقي أحمق، يعني كلكم على بعضكم ما يشتريكم قندرة مقطعة. منو هذا؟ الإمام الباقر، كتاب الكشي الصفحة 179. أما الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول: لو ميزت شيعتي لم أجدهم، يعني أنا أريد أنخلهم، نخل مثل ما يقولون بالعراق بالمنخل، لم أجدهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم حطيت لهم اختبار امتحان لما وجدتهم إلا مرتدين. شيعتي يقول، شيعتي، ما يقول شيعة أبو سفيان ولا شيعة أبو نعمان ولا شيعة أبو شيعتي، إلا مرتدين. ولو تمحصتهم لما خلص من 1000 واحد. شوف 999 كلهم باطل ما ينفعون، بس يمكن أحصل لي واحد منهم. ولو غربلتهم غربلة لم يبقى منهم إلا ما كان لي أنهم طالما اتكوا على الأرائك فقالوا نحن شيعة علي إنما هم، يقول فقالوا نحن شيعة علي إنما شيعة علي من صدق قوله فعله. أنتم مو شيعة علي. وين هذا؟ كتاب الروضة للكافي الجزء الثامن صفحة 191. طيب، كثير تردون أقرأ لكم بعد، أقرأ لكم، ما عندي مشكلة، لكن الوضع يطول مذمة الأئمة عليهم السلام بكتبكم، الأئمة المعصومين بكتبكم لكم لأهل الكوفة وللشيعة ولخذلانهم، شيء عظيم، شيء لا يصدق. ثم تأتون وترمون بلاءكم على المسلمين. أنتم قتلة الحسين، أنتم أعداء الإمام. هذا اللبناني، هذا أبو علي، فاتح بث 24 ساعة، يكرهون الإمام علي، يموتون من صوته، يموتون من اسمه. يا مطيع، إحنا نموت من اسم الإمام علي. 3/4 السنة مسمين أولادهم علي وحسين، 3/4 السنة مسمين بناتهم فاطمة وزينب. ها؟ منطيح الله حظكم وحظ أفكاركم هذه. أنتم إلى متى تظلون غنم من واحد يصيح لكم باع صعدوا ورا باع؟ مرة لا تصيحون باع، بس روحوا فكروا صدق هذول السنة يكرهون علي وأولاده.
هم يضوجون من اسمه؟ لا احنا ما نضوج من اسمه، بس احنا قاعد نقول لك اللي انت قاعد تسويه كذاب كذاب، ما يمت بصلة لعلي ولا لأولاد علي ولا إلى دخل لا بالإسلام ولا بغير الإسلام. فمهنتنا نحن الصلعان المدمرين أن نفضح عقيدتكم أمام الناس وأمام نفسكم أنتم، مو بس أمام الناس. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بيك والله يوفقك ويحفظك. في ضيوف منتظرينك يا أثير. والله ما في إلا ضيف واحد اسمه 313. لا في هذا علي السلام عليكم. تفضل 313 تفضل. بس انت ليش تتضايق من هذا الرقم؟ والله رقم، والله يضايق الرقم هذا. ليش يضايقك يعني؟ ليش؟ شنو يعني ما معقولة إمام بيده ذرات الكون ويفر الإيد القمر بإيده منا والنجوم منا ويدمر هذه، منتظر 313 واحد هتلي سافل شراب جقاير وحبوب. مو منطقي يعني، صح لو غلط؟ ماشي. هسه انت مو تقول الشيعة قتل الإمام الحسين؟ ايه يلا نعلم من قتل الإمام الحسين، يلا غير الشيعة من العليا. لعنة الله على من قتل الإمام الحسين وأمر بقتله ورضي بقتله وشارك بذلك. يلا العن مثل انت تفضل. نعل اسم نشوف نعلم. لا انا ما عندي اسماء. ليش ما عندك اسماء؟ يزيد يعني مو من رضي بقتل الحسين؟ عندك دليل ان يزيد رضي بقتل الحسين؟ نعم توجد دليل. اعطيني يا تفضل. الان نفتح الدليل انا وياك، كتاب ابن تيمية. تفضل. دليل من الكتاب طبعا. ايه تفضل. ايه لحظة قفلي بس تنعله. لو طلع الدليل ان يزيد بن معاوية رضي بقتل الحسين. ايه تفضل جيب لنا الدليل. نعله لو ما تنعله؟ جاوبني يا عمي، جيب لنا الدليل. تنعله لو ما تنعله يا عمي، جيب لنا الدليل وبعدين حاورني على اللعنة. جيب لنا الدليل لو سمحت. بس انت يعني ما تعرف يزيد بن معاوية اللي ارسل الجيش على الامام الحسين؟ يا عمي جيب لنا الدليل لو سمحت، خلي هسه بعدين الحكي. تفضل. ماشي هسه اعطيك الدليل. اوقف لي. ثلاثمية 313 انزل جيب الدليل وتعال ننتظرك. يلا ماشي. اهلا وسهلا ولك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله استاذ عتيب مولانا الحجة، جزاك الله خير. وين الغيبة هاي مولانا؟ شيخنا انت ما موجود، استاذ عتيب انت ما موجود. انا موجود والله يوميا تقريبا مع الشيخ. انا اشوفك تفتر بالدراجة بالفيديوهات مالك متونس. تارك الشيعة كيفهم يروحون بالليل اسهل. والله شوي عندي شغل انام مو وقت مرات. الله يعينك والله يا حبيبنا. الله يحفظك استاذ أثير حبيبي. وياك حبيبنا الله يسعدك. يلا يا شيعي قاعد انتظرك، انا نعست ترى. هل تعلمون يا أحبة يا كرام، هل تعلمون أن حتى كتب الشيعة لا يوجد فيها دليل واحد صحيح على أن يزيد هو من أمر بقتل الحسين؟ تعلمون هذا الشيء أو ما تعلمونه؟ بل هل تعلمون أن كتب الشيعة ذكرت معاملة يزيد لأهل بيت الحسين
وتعزيته لهم وحزنه على مقتل الحسين في كتب الشيعة؟ لكن هؤلاء هم يستندون من هاي الأفلام الإيرانية، الفرقان وغيرها، هاي الأفلام اللي تصور أنه يزيد إلى دور مباشر. إذا شايفها شيخ غريب. اي هذا الكذب اللي يكذبون عليه. هو يصدق بالمسلسل بس ما يصدق بكتبه، يصدق بالمسلسل بس المعمم ماله من يحكي ما يصدق به. حبيبي اليوم شنو مشتهي؟ يلا تفضل. لماذا قتل الإمام الحسين؟ جبت الدليل؟ اي اجيب لك دليل. لماذا قتل الإمام الحسين؟ جاوبني يا أستاذي لو سمحت أعطينا الدليل، قلنا لك قبل لا أعطيك الدليل. هسه أعطيك دليل من كتبك. لماذا قتل الإمام الحسين؟ جاوبني يا أستاذي لو سمحت ممكن الدليل؟ لو ما ممكن يا أخي لماذا قتل الإمام الحسين؟ لا حبيبنا مش موضوع الآن لماذا قتل الحسين. أنت قلت أن ابن تيمية يقول يزيد هو من قتل الحسين. والله ما تجاوب يا أستاذي. أنت نازل تجيب لنا الدليل على ابن تيمية. لو أعطيك الدليل غير تقول لي السبب الموت. خلاص يا أستاذي أعطيني الدليل لو سمحت. أعطيني الدليل لو سمحت. من كتب يلا يا أستاذي. لا أريد لا أريد الكلام ابن تيمية لو سمحت. أنت نزلت تجيب لي كلام ابن تيمية لو سمحت. اي هو كتاب ابن تيمية يعني بكتبك وموجود بكتبه وحتى بصحيح البخاري. اي يلا حبيبنا وينه؟ يلا انا فاتح آية الله تابلتي. تفضل. هسه لماذا قتل الامام الحسين؟ جاوب انا اعطيك الدليل. يا حبيبنا جيب لنا، احنا نزلنا الان نزلناك تجيب لنا ابن تيمية. ليش ابن عاهرة؟ ليش ابن بعثية؟ ليش يقول لك انا مو ابن عاهرة، انا لو امي رايحة للخيمة ويا امك. شفت يا جبان؟ شفت يا جبان شلون حشرت؟ شفت يا جبان شلون تكذب؟ نازل انطيناك فرصة تنزل تجيب لنا الدليل وتجي آخر شيء وانت جبان وانت ليش تخاف من طيح الله حظك يا زبالة. لأن أنا يقينا أدري أن ابن تيمية ما قال هذا القول. هذه كذبة من أكاذيبكم وفعلا من أفاعيلكم. لا ابن تيمية ولا أي أحد تخيل معي من الروايات الصحيحة تثبت أن يزيد له يد بقتل الحسين. تتخيلون معي؟ أنا مش مدافع عن يزيد، عارف؟ لا مش مدافع عنه، لكن ما ورد هذا أبدا. مثل ما يتهمون صدام بمقتل الصدر ويتهمون بأمور ثانية مثل مقتل البروجردي وما أعرف منه هاي شلته، وصدام منهم بريء، من دمهم بريء، وأنا ضد صدام وتعرفوني أنتم. من فعل هذه الأفاعيل هم شيعته، هم شيعة حوزويين، قتلوا الصدر وقتلوا فلان وقتلوا فلان، ويرمون البلاء مالهم بصدام وبعد صدام، وصدام منهم بريء. هكذا يفعلون في موضوع يزيد. هي تصفية بين المراجع موجودة، هاي مراجع قم ونجف. حتى من سقاطتهم وسفالتهم بالأدلة والبراهين التي قام بتحقيقها أناس عندهم شيء من العدالة من الشيعة، من الشيعة مو من السنة، ثبتوا بالدليل القاطع أن من قام بتفجير مرقد الحسن العسكري بسامراء هم الشيعة، ما يأخذون به، ما يعترفون به، مصرين يدبون بلاهم على مصرين يدبون بلاهم على أهل السنة. تفضل يا أستاذ العراقي. احنا نكذب، اطلع وقل لنا شنو تكذبنا عليك، اطلع وهذا المايك يا حميدان. تفضل يا أستاذ العراقي. 1 2 3. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ليش ما تحكي يعني؟
جاسم أبو قذيلة، هذا من جماعة عبد الحسين أبو قذيلة. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا شيخ اثير، ممكن تتكلم لنا على الهريسه، على اللطم، على التطبير، على الزحف مثل السحليه، بلا زحمه عليك. والله يا اخوي انا اريد انام، انا حسبتك واحد شيعي صعدتك. انا جاسم ابو قذيله، هاي سالفتك مال جاسم ابو قذيله. حياك الله حبيبنا، شكرا لكم، شكرا لوجودكم، شكرا لدعمكم، شكرا لتشييركم، شكرا لكل شيء وكل شيء. نستودعكم الله ونلتقي بكم عند هذا البث الناصبي، بث الشيخ أحمد غدا إن شاء الله، لأني أنا فعلا نعست وقاعد أشحن الموبايل من البطارية حتى أظل معاكم، وذاك الموبايل يعطيني إنترنت أيضا حاطه على البطارية حتى أظل معاكم. يعني غريبة، يعني لغاية الآن ما شغلتش الكهرباء لغاية الآن؟ غريب. لا والله ما شغلت الكهرباء. ما أشوف هذا، ما أشوف هذول اجوا شو اسمه دقوا الباب علي لاني فاتح الشباك. انا كنت وانا بايام اللي احاور بيكم وانا ساد الشباك ما اخلي احد يسمع صوتي، لان يعني الشباك عندي هذا كاتم الصوت، يعني اذا حتى الاطفال اللي يصرخون برا بس اسد الشباك بعد خلاص ما اسمع ولا صوت ولا شيء. فيوميا انا مشكلة عويصة ولا ايش؟ شنو؟ مشكلة عويصة ولا ايش؟ مشكلة جامدة يعني بالكهرباء؟ لا مش جامدة، بس في شورت ما يعرفون هو وين، باكر راح يصلحونه. يعني اليوم عطلة ماكو أحد، فباكر راح يصلحون الشورت، وإن شاء الله ما يطلع عني أنا سبب الشورت. يعني أنا ما مركب شيء صراحة، زين، هن شغلاتي اللي مركبة دائما، بس ما تعرف كهرباء هذه، فإن شاء الله ما يطلع. طبق يجوز